أسعد الله مساءكم. رسائلي في الشأن اليمني. الرسالة الأولى عما يحدث في الأخوة في عدن. أنا أعتقد يعني أمر صعب أن المواطن يعاني في عدن، وتجاذبات حزبية سياسية، ونرجع إلى قول هذا من الحراك، هذا من جماعة الضالع، هذا من جماعة الإصلاح، هذا من جماعة عفاش، هذا من الشيوعيين السابقين، وهلم جرة. طيب المواطن ايش ذنبه؟ مواطن يريد كهرباء ويريد حياة كريمة، المواطن يريد أن يعمل، المواطن يريد أن راتبه يمشي، يريد أن يعمل عمل شريف ويمشي. بالتالي أيضا أن المواطن يعاني في عدن، وتجاذبات حزبية سياسية، ونرجع إلى قول هذا من الحراك، هذا من جماعة الضالع، هذا من جماعة الإصلاح، هذا من جماعة عفاش، هذا من الشيوعيين السابقين، وهلم جرة. طيب المواطن ايش ذنبه؟ مواطن يريد كهرباء ويريد حياة كريمة، المواطن يريد أن يعمل، المواطن يريد أن راتبه يمشي، يريد أن يعمل عمل شريف ويمشي. بالتالي أيضا خلينا أنا أقول لكم يعني فيه مناخ تصالحي عالمي، مش بس إقليمي في المنطقة، في مناخ تصالحي عالمي الآن. فيعني الحقيقة نقدر ونحيي القائد عيدروس الزبيدي، الحقيقة من الرجال اللي ناضلوا هو والأخ شلال، ولكن أيضا ما دام هم صاروا في الموقع السياسي عليهم أن يتفاهمون مع السياسيين. أما بالنسبة للفساد ما حد يرضى بالفساد، وأنا حقيقة أناشد الرئاسة، يعني إذا شفنا فساد والناس تتحدث عن فساد، هذا المفسد ليش ما ينشال على رأس ريشة ولا عنده جماعة؟ أنا أعتقد مهم جدا أن الأحزاب في تجاذباتها تستفيد من تجربة حضرموت. يعني اللواء بن بريك الله يجزاه خير، شوفوا حضرموت وفي الأمن اللي صار وفي التعاون اللي صار. وعدن ترى على فكرة مدينة قديمة، عدن 600 سنة قبل الميلاد، عدن أكبر كثافة سكانية، عدن راح تكون من أكبر المناطق التجارية، لكن ما ضيع عدن إلا السياسيين ومناكفاتهم والسياسيين ومصالحهم. بالتالي احنا لازم نعرف ان العدو الأساسي مش أنفسنا، العدو الأساسي هو الانقلاب. ركزوا معاي، العدو الأساسي عفاش والحوثي هم عدوكم. أما بالنسبة للتجاذبات فلا تخسرون بعض وبالتالي تدمرون بعض، والمواطن هو الضحية. دمروا الانقلاب الحوثي العفاش الذي يلفظ أنفاس الأخيرة، وأنا متأكد من هذه النقطة. تعاونوا وعينوا المواطن.